اللي احنا شفناه في ماتش مصر والامارات ما هو الا عك كروي من المنتخب المصري. اللي متابعني من اول بطولة قلت ان المنتخب المصري هيدفع ثمن عدم مشاركة المنتخب الاول في بطولة كاس العرب. هندفعها في كاس العرب وهندفعها في افريقيا. وقلت يا رب يا رب رأيي ده يكون غلط وتوقعي يكون غلط، بس بالفعل هيطلع صح. لان اللي شفناه امبارح منتخب عقيم. اللي انا بقوله ده بغض النظر عن منتخب الامارات. المنتخب الامارات عمل مباراه ولا اقوى ولا احلى، ولو كان منتخب الامارات بس شد نفسه شويه الشوط الثاني كان ممكن يكسب 3-4 عادي. انا بتكلم عن المنتخب المصري. كابتن حلمي طولان مدرب عقيم، واخد لعيبه كلها فوق الثلاثينات، لعيبه مشطبه الكوره بقالها سنين. قفشه من بعد 2021 ما بيلعبش اصلا. عمرو السولية مشطب كوره. يعني بالله عليك منتخب مصر في نص ملعب غنام محمد مع احترامي رقم 6 مش هلوم عليه. النني والسولية، النني الكرة بتيجوا يا بيلعبها ورا يا بيلعبها للي جنبه، مفيش كرة لقدام، مفيش كرة بتقطع الخطوط. عمرو السولية كذلك، كل كرة رجعها ورا او يلعبها للي جنبه، مفيش كرة لقدام. هنلعب ازاي؟ وينجات؟ مفيش حد عارف يلعب كرة في الوينجات. مين مصطفى سعد ده يا جماعة؟ مصطفى سعد مش عارف يعمل اي حاجة. اسلام عيسى هنكشف الفاضي وفي الاخر الكرة اتقطع منه. مفيش اي حد في المنتخب خالص غير رجب نبيل وياسين مرعي واكرم توفيق. قلنا من اول بطولة اللي كان لازم يشارك المنتخب الاول مع تدعيمات من الدوري والمنتخب الاولمبي عشان يفرز له لعيب او اتنين ياخدهم معاه في كاس افريقيا. كان لازم امام عاشور يتجهز، محمد الشناوي واللعيبه اللي هتروح المنتخب هنا في دبي نتفسحهم، والبطولة لسه عليها اسبوعين. المفروض هما يكونوا بيستعدوا لبطولة افريقيا يا جماعة. يعني الواحد سهران طول الليل وما نامش الا 4 ساعات عشان دوام الصبح عشان نتفرج على منتخب مصر بالذل والعار ده. فين الكورة؟ مش عارفين نلعب كورة خالص، نسيناها. ايه اللعيبة العقيمة دي؟ استقيموا يرحمكم الله.